النهارده عاوزه اعمل غدا وما لقيتش عندي الا الربع كيلو صدور مخليه. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي وهترمي معايا كميه قد ايه، ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. طبعا اول حاجه عاملاها وانا اللي نقعه الفراخ في محلول النقع ومنضفاها كويس جدا. بعد كده بدات اللي انا اقطعها علشان هفرمها معاكم في الكبه. حطيت الصدور في الكبه وبعد كده حطيت عليها بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين. تمام، هضربهم كويس جدا في الكبه. بعد كده هبدا ان انا احط البهارات بتاعتي وهي عباره عن ملح وفلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، شويه قرفه صغيرين وشويه زنجبيل. عايزه اقول لكم ان انا ضربتهم كويس جدا في الكبه. بصوا القوام بتاعها سايل لسه. ضفت عليها بقدونس او كزبره خضراء براحتكم خالص علشان يمسك معايا بقى. وابدا ان انا اشكله. هعمل ايه؟ هحط نص كوبايه ومعلقتين كبار من البقسماط المطحون. تمام، وده الفاينل لوك بتاعه، الشكل النهائي يعني. وزي ما انتم شايفين كده هبدا اللي انا اصبعه. عايزين بقى تصبعوه بالطريقه اللي انتوا عايزينها، عايزين تعملوا صوابع، عايزين تعملوها كده بالطريقه دي حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان هي رمت معايا كميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كميه حلوه جدا. تقدروا تاكلوه مع المكرونه، مع رز بسمتي، في سندوتشات، اللي انتوا عايزينه خالص. اظن مش هتلاقوا توفير اكتر من كده. من ربع كيلو صدور مخليه عملنا الكميه دي، اللهم بارك. هتعجبكم جدا ان شاء الله وجربوها، وكمان طعمها هيعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين.